السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أول حلقات بودكاست قصص اللعيبة. قبل ما نبدأ البرنامج ده أنا كنت حابب إن أنا قبل ما أبدأ البرنامج ده بالذات، أنا كان في شخصية الصراحة، أنا لو كانت لسه موجودة أنا الصراحة كنت برضه هستضيفه من ضمن الحلقات، إن هو بيحب الكرة جدا. هو عمي محمود نصر أبو غزالة. فيا ريت قبل ما أبدأ البرنامج ودي أول حلقة النهاردة ندعي له كلنا بالرحمة، ربنا يرحمه ويغفر له. والصراحة هو كان من الناس اللي هي بتعشق الكورة. هو لعب كورة زمان وبعد كده دخل في مجال تاني وربنا يرحمه. فندعي له كلنا بالرحمة ونبدأ حلقتنا النهاردة بأول حلقة إن شاء الله. أنا كنت قايل لكم إن أنا هبدأ أول حلقة هستضيف فيها والدي، فأنا كنت محضر له مقدمة كده عايز أقولها له. فاحنا طبعا هنقرا المقدمه دي عشان انا مش حافظ كل المقدمه دي طبعا، فهنقراها من الموبايل. تمام. اهلا بيكم في اول حلقه من بودكاست قصص اللعيبه، البودكاست اللي بنسمع فيه الحكايات الحقيقيه ورا حبنا للكوره. النهارده مش بس بدايه مشوار، دي كمان لحظه خاصه جدا بالنسبه ليا. اول ضيف معانا هو السبب الحقيقي ورا حبي للكوره، هو والدي. ازيك يا حاج، عامل ايه؟ الله يسلمك، منور. بنورك. عايزينك كده تعرفنا على نفسك للناس وقول لنا ازاي بدأت علاقتك وحبك للكورة، يعني بدأت ازاي؟ لا ده من زمان قوي، يعني من مدة كبيرة قوي، من اكتر من 50 سنة وانا بحب الكورة. ممكن تقول بدايتها كان تشجيع طبعا لفرقة الزمالك. كان في الفترة دي كانت فرقة كانت عملاقة، حسن شحاتة وفاروق جعفر وطه بصري وعلي خليل. كانت مجموعة كانت تحببك في اي حاجة. كان فعلا فرقة هي فرقة مدرسة الزمالك بتاعت الهندسة، هي فعلا هي دي اتسمت على اساسها الزمالك. انت فاكر اول ماتش اتفرجت عليه للزمالك وليه اخترت عموما الزمالك؟ ولو احنا هنتكلم بقى بالموضوع، انا كنت فاكر ان جدي الله يرحمه كان بيشجع الترسانة، وتقريبا هو سماك رفعت على اسم رفعت الفناجيلي، اكيد عشان أكيد. هو كان بيحب الترسانة. لا بس رفعت الفناجيلي كان بيلعب في الاهلي مش في الترسانة. انا كل اللي اعرفه ان هو كان ان انت تسميت الاسم ده. بس هو سميني على هذا، سميني حتى من قبل ما اتولد. يعني هو كان من البدايه الناس كانوا بيقولوا له يا ابو رفعت من قبل انا لما اجي، من قبل ما تتولد. ان انا لما يجي ولد يسميه رفعت على اسم رفعت الفناجيلي. تمام. طب اول ماتش انت اتفرجت عليه للزمالك كانت بدايته امتى؟ وانت ايه اللي خلاك تحب عموما الزمالك؟ لا انا اتفرجت من زمان قوي، يعني من اوائل السبعينات. بس ممكن ما يعني ايه ما فيش حاجه تبقى جايه في ذاكرتي قوي. سبب تشجيعي للزمالك خالي اخو والدتي كان هو زملكاوي، الحاج احمد هو السبب الاساسي في تشجيعي للزمالك، لان هو كان برضه مشجع للزمالك وده اللي خلاني حبيت الزمالك في الاول. لكن اكتر ماتش اللي ممكن اكون فاكره او اللي انا متذكره حاليا، يعني مثلا في بداياته كان سنة 78، كان ماتش للأهلي والزمالك، كان في الماتش ده كان تقريبا الأهلي كان تقدم 1-0، وبعد كده الزمالك اتطرد من عنده لعيب على ما أعتقد كان ممدوح مصباح. بعد كده الزمالك اتعادل، وبعد كده الزمالك كسب بقى 2-1، والزمالك كان متسيد الماتش خالص. يعني نقدر نقول ان ده كان اول ماتش انت تتشد ليه؟ ممكن لانه كان ماتش شديد، يعني قوي جدا، وده اللي لفت انتباهك للكرة عموما. وانتهى ساعتها 4-2 للاهلي. انت ساعتها كان الوقت ده كان عندك كام سنة؟ 12 سنة. 12 سنة، يعني دي كانت بدايتك في سنة 6 لحبك للكرة عموما وللزمالك. ده الماتش اللي انا يعني اللي اتشدت له قوي قوي قوي، لانه كان ماتش. تمام. طالما انت فاكر الماتش ده، ايه اكتر لاعب في الماتش ده لفت انتباهك، او اللي انت من الاخر كده يعني اعجبت باللاعب ده، قلت ان اللاعب ده جامد جدا، وبالذات في الزمالك او عموما، يعني لو هو كان في الزمالك او في الاهلي؟ هو في الزمالك كان في الماتش ده كان العالي قوي قوي، الطب قوي، كان فاروق جعفر في الفتره دي. بس خطأ المدرب ان هو رجعه بعد الطرد، رجعه ورا
هو اللي قلب الماتش خلاه للاهلي. ومن الاهلي طبعا كان الخطيب، يعني الخطيب نزوله في الماتش ده ساعتها هو وطاهر الشيخ قلبوا الماتش في الشوط الثاني بعد ما كان الزمالك متقدم 2-1. قلب الماتش، وخصوصا بقول لك ان الزمالك كان بقى مطرود منه واحد من الشوط الاولاني يعني، فده اللي قلب الماتش. والاهلي جاب 3 اجوان في اخر ربع ساعه تقريبا. ايوه. وكسب الاهلي يوميها 4-2. انت رحت الاستاد زمان؟ زمان برضو في اوائل الثمانينات كده. اوائل الثمانينات. حضرت ماتش لمين في الاستاد؟ لا مش فاكر، بس على ما اعتقد كان في ماتش تقريبا كان الزمالك واسكو، وقالوا لنا ساعتها ان الماتش مش هيتذاع في التلفزيون، فرحنا عشان نتفرج على الماتش. وبعد ما رحنا هناك الاستاد كان وصل تقريبا حوالي 120,000 متفرج في الماتش. وبعد كده ضحكوا علينا، وبعد كده راحوا مذيعين الماتش لما تلاقوا العدد وصل للمرحله دي في الاستاد وخافوا على الاستاد فذاعوا الماتش بعد كده. طب احكي لنا موقف برضو حصل ممكن في الماتش اللي انت حضرته في الاستاد ده، موقف كده انت ممكن ما لا تبقاش انا ناسيه. افتكر نتيجه الماتش ده الزمالك يوميها كسب 6-0 يعني، ده اللي انا فاكره. يعني كان ده انت برضه بتتكلم برضه في كان برضه في اوائل الثمانينات تقريبا، حاجه زي كده يعني، برضه كان برضه وقت كبير قوي يعني. لكن لا الماتش برضه اللي كان معلق معايا جامد قوي، ماتش كان الزمالك بيلعب الاسماعيلي والاهلي بيلعب المحله، وكان اخر ماتش في الدوري. انا في اليوم ده كنا خارجين رحله مع بعض، انا ومجموعه زمايلي كنا مع المدرسه، وكنا في الفيوم، واحنا قاعدين على قدام بحيره قارون، كل واحد بقى ماسك الراديو بتاعه وبنتابع الماتش عشان هو اللي هيحدد الدوري. الزمالك كان فارق عن الاهلي في اليوم ده ب3 اهداف، والزمالك كسب يوميها الاسماعيلي 2-0. الزمالك يجيب جون، الاهلي يجيب جونين. الاهلي جاب في المحله وقت ما كان المحله عملاق ايامها جاب 4-0، بقى الاهلي كسبان المحله 4 والزمالك كسبان الاسماعيلي 2. بس الزمالك كان فارق قبل الماتش ب3 اهداف، والزمالك خد الدوري في السنه دي كانت سنه 81 بفارق جون، قال لك جون اعتباري. دي برضو من الحاجات اللي الواحد فاكرها يعني. طيب سؤال ممكن هنخرج عن الاطار شويه، شايف الكوره دلوقتي احلى ولا الكوره كانت زمان؟ لا اكيد زمان احلى، كان في فن وفي كوره وكان في احترام، حتى المشجعين نفسهم اللي كانوا موجودين ما كانش فيه الغلط، ما كانش فيه، اللعيبه نفسها كانت بتحب بعضها. كنا نعرف ان الاهلي والزمالك بعد ما بيخلصوا الماتش بيروحوا كلهم مع بعض، بتوع الاهلي لما يروحوا مع بتوع الزمالك يقعدوا في 100 عقبه في نادي الزمالك. لا كان في حب يعني، وده اللي يبان حتى من علاقه اللعيبه الكبار لغايه دلوقتي، غير اللي حاصل دلوقتي. وموضوع اخطف ويجري ويعمل ومش عارف ايه، فخلى ما بقاش في حب، خلى الجماهير بقت تخبط في بعضها يعني. وده بسبب السوشيال ميديا اللي موجوده دلوقتي، هي يمكن ده السبب. يعني انت شايف ان هي ممكن تكون اثرت كتير الفترة دي عكس زمان؟ طبعا زمان، بقول لك زمان لا كله كان بيحب بعضه، ما كانش فيه، وعمر ما كان فيه هتافات. ولما كان يحصل اي خطأ من جمهور، يعني مثلا انا فاكر في مره فحصل خطأ كده والجماهير كانت هتفت ضد حسن شحاتة بغلطه كده، الخطيب راح واخد حسن شحاتة وراح رايح لجمهور الاهلي اللي هو كان بيقول، خلى جمهور الاهلي بقى بدل ما كان بيغلط في حسن شحاتة بقى يشجع حسن شحاتة. لا كان الدنيا كانت بقول لك كان غير دلوقتي خالص. دلوقتي بنتفرج ضرب وخناقه ما بين اللعيبه، وتحس ان مش نازلين يلعبوا كوره، نازلين لا زمان كان احلى طبعا. طب احنا دلوقتي في الكوره عموما الفتره اللي احنا بنتفرج عليها دلوقتي دي، انت شايف ان الكوره يعني دي خلاص اخرها، ولا احنا مجرد بقينا بنتفرج عليها يعني تسليه، ولا ايه بالظبط؟ يعني انا لما باجي مثلا اتفرج على الماتشات بتاعت كوره زمان، كنت بشوف مثلا الاستاد الجماهير قاعدين جنب بعضهم، الاجواء حلوه، تحس ان هي اجواء عائليه. طب ايه اللي خلانا نوصل للمرحله دي، وان المرحله الانتقاليه اللي حصل فيها كده، يعني التعصب، ان كله بعيد عن بعضه، الجماهير بقت بتخبط في بعضها، ايه الفتره الانتقاليه اللي حصل فيها الموضوع ده؟
بالتالي يعني ممكن تكون من بدايه الالفيه الثانيه، يعني دي البدايه اللي حصل اللخبطه دي وان بقى في شد وفي جذب وحته ان لا اصل مثلا الاهلي اتفق مع رضا عبد العال، خد رضا عبد العال مش عارف ايه، هي الحاجات اللي زي كده دي هي اللي ولدت بعد كده ان يبقى ما بقاش في شد وجذب ما بين الناديين وبين بعض، خلى الجماهير نفسها برضو وصلت للمرحله دي. طب انت شايف ان ممكن في المستقبل، وده صعب، انا عارف ان ده صعب، ان ممكن الكرة ترجع زي زمان تاني؟ لا طبعا، انا متهيألي ان احنا رايحين للأسوأ مش للأحسن، يعني لأن يعني كل ليه مدى احنا مثلا ما نبقاش زي مثلا احترافيه دول بره؟ يعني احنا بنشوف عادي ممكن اللعيب يبقى بيلعب في ريال مدريد وممكن يروح برشلونه، او مثلا لعيب في الدوري الانجليزي بيبقى في لعيب في فرقه منافسه ليه ويروح عادي. ليه احنا الفكره دي مش متطبقه عندنا؟ وليه احنا بنعتبرها زي ما انت قلت دلوقتي ان هي زي اخطف واجري؟ يعني مثلا انت كمشجع زملكاوي لما اتاخد منك الفتره اللي فاتت اللعيبه، هم يعتبر كانوا نجوم الفرقه بتاعتك، عشان احنا مش عايزين ندخل في تفاصيل وفي مشاكل. ماشي. ليه احنا بقى بنحسبها كده مع ان ده ممكن يكون احتراف؟ يعني ممكن يكون اللاعب شايف ان هو عايز يبقى في مكان احسن. عارف لو في وضوح من البدايه ويبقى واضحه كده للناس، احنا الاهلي خلاص اتفاوض مع ده مش عارف ايه بيخلص معاه، الزمالك بيتفق مع ده بيخلص معاه، ويبقى في وضوح، مش هيبقى فيه كده. لكن بقى الموضوع بيبقى معمول في الدره ومش عارف ايه، وفي وقت يكون لسه اصلا مش وقته يحصل كده، هو ده اللي بيولد الاحتقان والكره. زائد بقى كمان عوامل بقول لك السوشيال ميديا اللي شغاله دلوقتي بتسخن اكتر وبتولع الدنيا اكتر. ايه اكتر ماتش انت اتفرجت عليه ويعتبر انت عمرك ما نسيته؟ احكي لنا الموقف ده والماتش ده فرحك ولا زعلك؟ هو ماتش كان كان ماتش كاس، كان برضو كان الزمالك والاهلي، والماتش طول الماتش تقريبا طول ال 90 دقيقه احنا فرحانين يعني كزملكاويه، وكان ماتش كان غريب. كان بقى رضا عبد العال وخالد الغندور والزمالك كان عامل ماتش، يعني انا كان قاعد بيتفرج معايا في الماتش ده ناس اهلاويه كانوا زمايلي، كانوا بيدعوا ربنا وهم قاعدين ان الماتش ينتهي ان الزمالك يجيب جول ونخلص، علشان خاطر من اللي كان الزمالك ساعتها من عامله في الماتش يعني. وجينا في الدقيقه تقريبا الاخيره او الدقيقه 46 جه فاول من بره منطقه الجزاء بمسافه، شاطها كابتن طاهر ابو زيد، شاط الكوره الفاول، ردت من حارس المرمى كان الزمالك ساعتها حسين السيد، رجعت لايمن شوقي، ايمن شوقي راح لعبها جاب جون وانتهى الماتش والاهلي خد الكاس. يمكن ده الماتش ده انا ما انساهوش، لانه فعلا الزمالك 90 دقيقه بيعمل كوره اوروبيه، فماتش لا ما يتنسيش، لا يعني. وللغريب بقى انه بعد الماتش ده على طول كان السبب الاساسي ان الاهلي ياخد البطوله كان طاهر ابو زيد الفاول اللي هو شاطه، بعدها على طول الاهلي مشى طاهر ابو زيد وخلاه اعتزل الكوره. يعني برضو انت بتحكي موقف يعتبر احنا عشناه من كام سنه، ده وماتش برضو الاهلي والزمالك، وده طبعا ماتش القضيه ممكن. وطاهر ابو زيد هو اللي شاط الكوره وكسب الاهلي ماتش الكاس، وبرضو قفشه هو اللي شاط الكوره وكسبنا، مع ان برضو كان في الزمالك الماتش ده كان احسن من الاهلي، وانا اشهد بكده. بس هنستبعد طبعا ان حسين الشحات جاب كوره في العارضه والجون فاضي، احنا هننسى دي برضه. لا بس برضه حتى الماتش ده ما كانش على مستوى اللي انا بقول لك عليه التاني، الماتش التاني لا كان حتى الهدف اللي جابه ساعتها رضا عبد العال لا كان هدف عالمي، يعني عمل فيه كوره وترقيص ومش عارف ايه، لا كان حاجه جامده. لا ده غير ده برضه، حتى ده غير ده. ايوه. طب انت فاكر اول ماتش خلتني مثلا انا اتفرج عليه، او اول ماتش تخليني مثلا احب الكرة منه؟ يعني هسيب لك انت النقطة دي بتتكلم فيها براحتك. انت يعني اصلا عشان خاطر انا كنت تملي بقعد اتفرج على المطوشه وكده، انت كنت تملي تبقى قاعد جنبي، يعني مثلا قول مثلا انا بدات اتفرج على كوره معاك من امتى؟ يعني من بعد سنه 2000. تمام. يعني
فمن بعد سنه 2000 برضو كان في فتره كده الزمالك كان سنه 2001 او تقريبا 2002 و2003 الزمالك خد فيهم بطوله الدوري. انت في الفتره دي انت نفسك اتعلقت بالزمالك جدا، لان كان الزمالك عامل برضو موسمين، وكان في الفتره دي الاهلي كان وقع جامد، لان تقريبا 3 سنين الاسماعيلي خد البطوله والزمالك خدها سنتين ورا بعض، ففرق كتير قوي. فانت في الفتره دي كنت شايف الزمالك قدامك حاجه تانية، عشان كده انت شجعت الزمالك في الفتره دي. بعدها انت مع الوقت ومع زمايلك مش عارف ايه ابتديت تغير رايك وتروح تشجع الاهلي تاني. لكن طب دي معلومه للجماهير، انا بدات اشجع الزمالك من 2002، دي اللي هي السنه اللي خد فيها دوري، وتقريبا 2003 و2001 لما هو خد دوري الابطال. انا بدات اشجع الاهلي من 2013، يعني كام سنه؟ يعني هنقول مثلا 12 سنه. من 2012 لحد دلوقتي انا بشجع الاهلي. هنحكي لكم قصتها بعدين، بس انا افتكر ان في ماتش كان للاهلي والزمالك 2007، كان ماتش كاس مصر تقريبا، وكان ده يعتبر احلى ماتش برضو انا اتشدت ليه قوي. انا الماتش ده عمري ما هنساه، اللي هو خلص 4-3 للاهلي. كان في كاس مصر. الماتش برضو كان قوي جدا. كان الماتش ده انا بحبه جدا لحد دلوقتي، عمري ما انساه. الزمالك بدأ بجون، كان ساعتها لسه عمرو زكي لسه جديد كده في الزمالك، وهو اللي بدأ بالجون الاولاني. بعد كده الاهلي اتعادل، بعد كده الزمالك جاب الجون الثاني شيكابالا، بعد كده الاهلي اتعادل، بعد كده الزمالك جاب الثالث، بعد كده الاهلي جاب جونين ورا بعض. الماتش ده الصراحه انا برضو عمري ما انساه. انت برضو ذكرياتك يعني في الحته اللي انت خلتني برضو احب الزمالك، يعني جبتها ازاي؟ او انت خلتني ليه اشمعنى اشجع الزمالك قبل ما انا بقى اتطرف واشجع انا الاهلي؟ هو انا ما قصرتش عليك، هو انت في الفتره دي كنت بتقعد بتتفرج زيي، فكنت شايف فرقه بتعمل كرة حلوة، يعني ما بتكسبش كده، لا بتكسب وبتكسب بكورة ولعب وكده، فده اللي شدك ليها. وهو كان راكب الدوري، فاكر واخد الدوري سنتين ورا بعض، فكان في الفترة دي كانت فترة تانية خالص يعني. فده اللي خلاك انت برضو كده. تقريبا كان الفترة دي على ما اعتقد كان فيها ايمانويل، طبعا كان عمل طفرة جامدة جدا في الزمالك. على فكرة ايمانويل من اللعيبة اللي جم هنا الوراق، وكنا عاملين دوره رمضانيه، وجه هنا الوراق كان هو واخو ايمن عبد العزيز امير عبد العزيز، وكان نبيل محمود، الثلاثه، ونبيل محمود اللي كان مستضيفهم، وجم عندنا هنا في الوراق، وجم حضروا معانا الدوره وفطروا كمان معانا هنا. كان ايامها بقى كان الله يرحمه، كان اللي كان عامل الدورات دي كان بيعملها طارق شلش، اخو عمك سعيد شلش ده، ربنا يرحمه. الله يرحمه. طيب سؤال كده بره شويه، انت كنت شايفني مثلا زمان انا لما كنت بحب الكوره، انت كنت شايفني ان انا بعرف العب، او كنت شايفني لعيب كوره عموما، ولا ما كنتش معترف بيا؟ ده بعيدا مثلا ان انا كنت بزوغ مثلا من المدرسه عشان العب كوره، او ان انا كنت بروح مثلا انديه اختبر فيها، او ان انا اروح العب. انت كنت شايف يعني؟ انا شايف حته حراسه المرمى بالنسبه لك انت كنت يعني بتجدها، بس كانت مشكلتك انت ان انت المفروض محتاج طول. الطول بالنسبه لك كان يفرق، فانت فرق معاك حته الطول دي. انت لو كان طولك مناسب في الوقت ده كان ممكن تكمل لكن هي اعتقد يعني ان الطول فرق معاك شويه. طب ليه كنت شايفها برضو في وقت ان هي مثلا انا بالنسبه لي دي حاجه هوائيه مثلا، او يعني ده مش اللي هو ايه، انت ركز في دراستك اكتر ما تركز في الكوره، مع انك انت شايف ان الكوره دلوقتي يعني اي حد بيلعب كوره. يعني هنقول مثلا لعيبه، ما عندك عواد قصير، في لعيبه بس حارس مرمى. خلي بالك ان كل اولياء الامور هتلاقيهم كانوا في البدايه بيبقوا كده، هو خايف على ابنه، منتظر من ابنه ان هو يبقى في دراسته كذا، يبقى يوصل لكذا، عايزه مثلا بيتمنى ان هو يبقى دكتور، يبقى مهندس، يبقى محاسب، يبقى حاجه زي كده. وكان زمان ما كانش الكوره ما كانتش بتجيب، يعني احنا كنا بنسمع ان في لعيبه من زمان كانوا بيصرفوا على الكوره، مش الكوره ما بتدخل لهمش فلوس. طبعا غير دلوقتي الكوره بقت كلها فلوس. طيب لو انت كنت مكان النهارده تمام كمقدم بودكاست، كنت هتسال ضيفك ايه؟
الحاجات دي هي نفس الاسئله، لان احنا بنتكلم في حاجه معينه، هي نفس الاسئله، مش مفيش جديد يعني. يعني ايه ممكن، يعني ايه الاسئله اللي ممكن تكون بره مثلا السكريبت اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي؟ ايه اللي ممكن كان يبقى بره كوره تساله؟ انا ممكن اسالك مثلا دلوقتي، انت ايه اللي خلاك غيرت؟ ايه اللي خلاك تشجع بدل ما شجعت الزمالك تشجع الاهلي؟ اكيد طبعا انت المفروض انت اللي تجاوب الاجابه دي، لا. لان طبعا الاب، انا لما استضيفك في حلقه النهارده واقول ان انا هستضيف اول حلقه والدي، فمن زمان كنا بنسمع مثل يقول لك ايه، الاب بيحب ابنه يطلع احسن منه. فانا شجعت الاهلي مثلا مش عشان بياخد بطولات على طول، ما كنت ممكن اشجع اي فرقه تانية، بس حسيت ان انتمائي ممكن يبقى للاهلي اكتر. يعني حسيت ان هو يعني مش معمر مع شكلي مع الزمالك، وبالذات انا بقى في مجالي ان بتحصل خناقات كتير لما باجي اروح اصور ماتش عندهم، يتقال لي الكارنيه، ساعات يمنعوا التصوير، كده ندخل في مشاكل فهنستبعدها شويه. شجعت الاهلي، حبيت الاهلي، وتقريبا من 2013 كانت تقريبا بطوله الكونفدراليه اللي هو كان لسه واخدها. طيب من وجهه نظرك الكوره مجرد لعبه ولا اكتر من كده؟ دلوقتي لا، ما بقتش لعبه. اشمعنى؟ طب انت ليه جاوبت السؤال ده وبناء على الكوره في مصر ولا الكوره بره؟ في كل مكان دلوقتي. طب ليه؟ لان انت دلوقتي شايف ان دلوقتي بقى في اولاد كتير جدا كلهم دلوقتي هم حابين الكوره، لان الكوره دلوقتي بقت ممكن تبقى بالنسبه له حياه، بتبقى بالنسبه له مورد رزق، بقت حاجه تانية غير زمان. الكوره دلوقتي بتجيب، زمان ما كانش بتجيب، زمان ده كانت بتصرف عليها، لكن دلوقتي لا، بتجيب فلوس، بتجيب. انت بتسمع اهو 100 مليون و150 مليون ونص مليار ومش عارف، عمرك ما كنا نسمع ارقام زي دي يعني. تمام. طيب انت بتحس ان في لعيب او لاعب عموما كان مظلوم وكان يستاهل مثلا ان هو يوصل لحاجه اكتر من كده؟ يعني احكي مثلا موقف لاعب اتظلم او ان هو كان المفروض ياخد حقه ويوصل لحاجه اعلى من كده. في الزمالك ولا عموما في الكوره. انا في لعيبه كانت حاجه عاليه جدا 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 جدا، ووقعت بسرعه يعني لا، انا مثلا كنت بشوف في الزمالك زمان كان في علي خليل، كان في حماد عبد اللطيف الحاوي، كان معروف باسمه كده الحاوي، كان في الاهلي انا شفت شريف عبد المنعم، كان لعيب مهارته عاليه جدا، بس طبعا اصابته اللي اتصابها يعني. شريف عبد المنعم انا كنت شايفه في الفتره دي مع الاهلي كان مهارته يمكن اعلى من الخطيب نفسه، لكن الاصابه بتاعته هو لسه صغير وقعته ضيعته وبعد كده اعتزل. تمام. طب تحب تقول ايه للناس اللي بتتفرج على الكوره دلوقتي وخصوصا الجيل الجديد واللي متابع الماتشات من الموبايل مش من الاستاد؟ اقول لهم يتعلموا من الناس القديمه بتاع زمان، يتعلموا حتى من التشجيع بتاع زمان، من الاحترام كده بتاع زمان. بلاش احنا مش محتاجين، احنا كلنا بنتقابل مع بعض، اهلاوي وزملكاوي واسماعيلاوي وبورسعيدي، كلنا بنتقابل مع بعض، فملهاش لازمه. مش يعني الكوره مش محتاجه ان احنا نعمل كده مع بعض، ولا نغلط، ولا نعمل الحاجات اللي بنعملها. احنا دلوقتي ساعات بنفاجئ ان المشجعين بيغلطوا في اللعيبه بتاعتهم، هم مش عاجبه اللعيب وهو بيلعب في الماتش يروح يحدفه لا طبعا ما ينفعش يعني. انت المفروض انت حتى لو انت ورا فرقتك تفضل ورا فرقتك وتشجعها، ما تخرجش بره النطاق يعني ده. تمام. عشان هنوصل للاخر في برضو كنت حاجه كاتبها وعايز اقولها لك وحابب ان انا اوجهها لك يعني. انا بالنسبه لي حب الكوره اللي فيا دلوقتي هو جاي من الشخص اللي قاعد قدامي، ابويا مش لاعب كوره لكنه اول مشجع علمني يعني ايه ننتمي ونفرح ونزعل ونفضل نحب الكوره مهما حصل. تمام. لو هتقول كلمه لابنك اللي بدأ اول بودكاست في حياته تحب تقول ايه؟
اقول لك ان ربنا يوفقك والامور تبقى موجوده، تبقى كويسه معاك ان شاء الله، واشوفك كده ان شاء الله في اعلى مكان وتتقدم كده ان شاء الله، وانت برضو واخوك يبقى موجود معاك، ابو غزاله الكبير وابو غزاله الصغير، وربنا يكرمكم ان شاء الله في مجالكم، ان كان في مجال البودكاست او في مجال التصوير والحاجات دي كلها. انا بتمنى ان شاء الله ربنا يكرمكم واشوفكم حاجه كبيره قوي يعني ان شاء الله. تمام. قبل ما اختم، انت لما شفتني اول مرة بدأت تصوير، انت كنت مقتنع بالفكرة ولا كنت شايفها تضييع وقت مني؟ دي قبل ما اختم البرنامج. انا كنت عايز اسمع الاجابة دي. انا ممكن احكي لك بالظبط. انا دخلت مجال الكورة وبدأت العب تاني في 2015. دي حاجة كده هحكيها لك بسرعة. بعدت عن الكورة مثلا في 2017 2018. بدأت التصوير كهواية اللي هو مجرد تسلية. كان برضو من 2015 كنت بحب التصوير عموما. بعد كده بدأت الموضوع ان انا اخد كورسات وان انا اتعلم. اول اوردر رحت صورته. انا كنت فاكر ان انا ما كنتش باخد فلوس من التصوير او كنت بضيع وقت، بس انا فاكر ان انا اول اوردر رحت صورته خدت 1000 جنيه. انا كنت جاي فرحان جدا ان هو انا خدت حاجه من الحاجه اللي انا بعملها، فحسيت مثلا ان دي ممكن تكون اشاره ان انا ممكن اكمل في المجال ده وما بعدش عنه تاني. انت كان احساسك ايه ساعتها؟ انت كان ايه المفروض يعني مثلا اللي يحصل؟ طبيعي بالنسبه لي يعني انا اتمنى انك انت تنجح في المجال اللي انت بتحبه اللي انت عايزه ويمكن انا مشيت معاك لما انت قلت لي كده وحابين لا احنا عايزين نجيب كاميرا، لا عايزين نجيب مش عارف ايه. مشيت معاك واتحركت معاك ورحنا وجبنا مش عارف ايه. لو انا مش مشجعك مش هقول لك لا طب تعالى ونروح ونجيب، وخدتك ورحنا جبنا الحاجه اللي احنا جبناها. اكيد يبقى انا مشجعك في خصوصا ان انا كنت بتمنى انك انت تنجح ما دام المجال ده انت بتحبه وانت عايزه. عشان نختم بقى وعشان وقت بقى البودكاست، كانت دي اول حلقة من قصص اللعيبة، بس الحقيقة ان دي مش بس قصة لاعب، دي قصة الحب الاول للكورة. انا طبعا مبسوط جدا ان انا ابقى موجود معاك النهارده في اول حلقه انت بتعملها، ويا رب ان شاء الله يوفقك في اللي جاي ان شاء الله، وتبقى احسن واحسن واحسن، ونشوفك مع نجوم كتيره ولاعيبه كتيره كده، ونتفرج ان شاء الله ونشوف الضيوف بتوعك بقى ان شاء الله اللي جايين. وانا مبسوط طبعا ان ابقى اول حلقه موجوده معاك يعني ان شاء الله. يعني منتظر الحلقة بتاعتك ان شاء الله يوم الخميس على اليوتيوب ان شاء الله. هتدخل تتفرج عليها اول واحد؟ اكيد طبعا اكيد. خلاص اكيد الناس كل الناس زمايلي كلهم هيجوا اكيد هيدخلوا يتفرجوا عليها اكيد. هتبعت يعني لاصحابك في الشغل وكده ان شاء الله كل البنك كله ان شاء الله هتتمنظر عليا يعني قدام الناس؟ ان شاء الله. يعني هيتفرجوا بقى ويعملوا لايكات واشتراكات والكلام ده ان شاء الله. اخر كلام. اكيد ان شاء الله. هننصص بعد كده الفلوس. هديك الفلوس بتاعت الحلقه الاولى دي هتبقى بتاعتك انت. ماشي اما نشوف بس. ولا هنخليها عزومه؟ احنا كلام بس لا ده بجد. ماشي اما نشوف. اخر كلام. ان شاء الله. يعني هيعملوا لايكات كتير وهيخشوا يشتركوا الكلام ده اكيد ان شاء الله. ان شاء الله ما نشوف كده. تمام. تمام. عايز حاجه تاني؟ روح عليك اهو بودكاست وحلقات ومايكات. نشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله الحلقه دي هتنزل يوم الخميس، واستنوا الضيف الجديد هنعلن عليه قبل الحلقه على طول بعد التصوير على طول. وان شاء الله الحلقه الاولى كده تكسر الدنيا. اتشرفت جدا ويا رب تطلع معايا بقى في حلقات تانية كتير بقى يا رب ان شاء الله. ماشي. ان شاء الله ربنا يوفقك يا رب.